في مستشفى العباسية وقفوا الدكاترة والممرضين والإداريين والموظفين ورئيس جمعية الطب النفسي في مصر دكتور أحمد عكاشة، وتضامن معهم المرضى كمان وقفوا في وقفة احتجاجية منضمين لكل المعترضين على بيع أو هدم أو تغيير مكان مستشفى العباسية كمستشفى للأمراض النفسية والعقلية. الموضوع ده كنا اتكلمنا فيه الأسبوع اللي فات، والكل في حالة تأكد إنه في نية مبيتة تجاه هذا المبنى. هي إيه بالظبط محدش عارف. وزارة الصحة لما كلمنا المتحدث الإعلامي الخاص بيها قالت إنه مفيش شيء رسمي حتى الآن. وبالرغم من هذه التصريحات محدش مصدق وزارة الصحة، والكل يعتقد إن الموضوع فيه إن طالب الأحوال بسبب غموض التصريحات وتضاربها حول نقل مستشفى العباسية للصحة النفسية، شهد المستشفى صباح اليوم وقفة احتجاجية ضمت عشرات من مرضاه وعدد من أطبائه وكثير من العاملين فيه، اعتراضا على فكرة نقله من مقره الحالي بالعباسية إلى مدينة بدر التي ترددت في الآونة الأخيرة. قانون رعاية المريض النفسي بدأ تطبيقه رسمي من يوم 14 نوفمبر 2010، يعني ما مرش عليه شهرين، واحنا النهارده بنيجي نخرقه وبنقول اللي احنا عايزين نودي المريض النفسي في مكان بعيد. الخدمات المتكامله اللي بنقدمها دي مش موجوده في اي مكان تاني على مستوى وزاره الصحه. خدمه العيادات دي هتنتهي لما المستشفى تتنقل بدر، مش هيقدروا العيانين يجوا خالص، مش هياخدوا اي علاج من اي نوع، لا علاجي دوائي ولا نفسي ولا اي حاجه. الرد بتاع وزاره الصحه الحقيقه كان رد بالنسبه لنا اكد ما نفاش. يعني لما الرد يجي يقول انه لم ياتي حتى الان خطاب رسمي ببيع، لم ياتي حتى الان، يعني لو جه كمان ساعه هتتباع. أكد المحتجون أن فكرة نقل المستشفى تتنافى مع مبدأ دمج المريض النفسي بالمجتمع، كما رأوا أن استغراق المريض النفسي أكثر من 20 دقيقة للوصول إلى مكان العلاج عملا غير أخلاقي وفقا لقوانين منظمة الصحة العالمية، وهو الأمر الذي سينطبق عليه حال المستشفى بعد نقله إلى مدينة بدر. احنا هنا قدام صرح بيعلم وبيخرج أجيال، كلية آداب، علم نفس هنا، كلية تربية، كلية خدمة اجتماعية، حتى النيابات بتيجي تاخد دورات تدريبية هنا، عشان هنا في وحدة الطب الشرعي الوحيدة اللي موجودة في مصر لتحديد المسؤولية من عدمها. احنا ماضيين على ميثاق الأمم المتحدة سنة 1991 لحقوق المريض النفسي، بيقول لك ان ده يعامل كأي مريض للقلب كبد الصدر. 2 ان لا يمكن ان مكان العلاج يكون بعيد عنه اكثر من 20 دقيقة بالمواصلات. انه كذا انه كذا انه كذا انه كذا، كل اللي احنا بنعمله هنا بهدم هذا المكان بتاع المريض النفسي ده هدف لميثاق الأمم المتحدة. ده ضد المريض النفسي وضد الموثيق حقوق الإنسان وضد ضد قانون 71 لسنة 2009 اللي هو بيدي حق المريض في دمجه في الحياة. أنا موديه بدر هنعزل وأهله مش هيزوروه. أما المرضى من نزلاء العباسية والمترددين على عياداتها الخارجية وذويهم من الطبقات الكادحة رأوا أن فكرة نقل المستشفى ستزيد من مشقتهم وتكثر أعباءهم. ما أقدرش أروح بدر بعيد عليا، أنا هنا وبعيد عليا، يعني هنا والعباسية وبعيد عليا، لكن أروح بدر إزاي؟ ما أقدرش أروح بدر. أنا ابني بيبهدلني في الشارع وبيبهدل الدنيا، أروح بيه فين؟ أنا باجي هنا مشوار، أروح مشوار تاني إزاي؟ كذلك العاملون أكدوا أن نقلهم إلى مدينة بدر سيمثل إرهاقا معنويا وماديا وقد يهدد استقرارهم الأسري. التمريض دلوقتي هو اللي مسؤوليه كامله على المرضى، التمريض السهران، الموظفين دلوقتي بتقول لحضرتك ان احنا هنروح الساعه كام ونيجي الساعه كام، في تمريض بيبقى استشفاءات، التمريض السهران هيروح هناك البدر الساعه كام؟ هيمشي في الصحراء دي ازاي لوحده، بالذات لما تكون بنت. كلنا من اقاليم، يعني عمال ما بنيجي هنا العباسيه بالنسبه لنا سفر، وفي نفس الوقت حضرتك مرتبنا كل ما بيتعداش يعني 300 جنيه، يعني انا عشان اروح بدر مش هيكمل لي بالظبط 10 ايام. قد لا يكون قرار نقل مستشفى العباسية للصحة النفسية قرارا فعليا، لكن الفكرة وحدها وإن كانت لم تطرح رسميا بعد قابلها الكثيرين بثورة من الغضب، مما يحتاج إلى رد رسمي قاطع. بسنت شحاتة، 10 مساء.